ما في الا عم نسمع بزياده حوادث الشاحنات الكبيره. من فتره بتورونتو سياره وبيك اب بقلبه عائله 3 اشخاص انقتلوا. قبل ما بعرف اي مقاطعه ساسكاتشوان بعتقد 16 قتيل قال لك بسبب قياده سائق متهور. هلا عاقبوه رحلوه. مدري وين شاحنه طلعت على سياره صغيره. ما في الا عم تسمع بهالاحداث. بيجي حدا ببرر لك بقول لك اخي ايه بالبلد هون وطبيعه الطقس والثلج. ما طول عمره ثلج كان بكندا. شو كانوا يمشوا بالاول على الفحم الحجري ولا عم يمشوا على الثلج؟ ما كل عمره بيمشي على الثلج. عم قال لك كل يومين وثلاثه بتقرا بالاخبار في حادثه شاحنه كبيره. مشكله مع حادثه ثانيه، مشكله مع سياره قلبي على الطريق. بالحقيقه الموضوع بخليك تستغرب ليه كتراني حوادث الشاحنات. بيجيك الخبر اليقين. شوفي، وبناء على توجيه من وزاره النقل اعتقلوا 8 اشخاص. وقال لك الموضوع قابل لزياده كثير. بتورونتو الكبرى شو بيشتغلوا الجماعه؟ بالسك اللي بيعطي رخص تبع القياده. قال لك رشاوي وتزوير واحتيال منشان يعطوك الترخيص بدون انت ما يكون سكتك منيحه، يعني بدون ما تعمل امتحان بتدفع لك قرشين، او بتعمل امتحان رسكو بتطلع بتزمر بالشاحنه بقول لك برافو انت نجحت. هي الشوفيريه عم بيثبتوا لك اياها بالطريق. قال لك بس 8. قال لك لا الموضوع يمكن يزيد كتير. التحقيقات بعدها شغاله بس 8 هلا اللي معتقلينهم قيد التحقيق. واكتشفوا وتاكدوا قال انه في تزوير وهيدي الناس عم تقبض رشاوي كتيره وعم تعطي تراخيص بالهبل وحتتشدد كتير الدوله معهم. قال لك لانه هذا من اكبر الاسباب اللي بشكل خطر على السلامه العامه. ديروا بالكم الله يخليكم. اذا على الطريق مرك حدك كميون او هيك وقف، يعني انت وقف صف على اليمين، اشرب مي، اعمل بيبي اي شيء، يعني المهم خليه يروح ما تمشي حده.